Kalian sih kayak tuh lah aja. Bang, iya lalu anda naik ke tina, kecil, nyai kecil tu tuh. I will. Huh? Yes. Ah, ini betul betul. Thank you. Oh, ini mau macam ni juga mau ganti. Okay. Selamat datang. Kamu? Mana Manuel? Manuel ni mana aku? Manuel lagi? Somo. Ini bol-bol so. Kau kita jari boleh. These are guests of the board. Alright. Sorry, I'm passing it. Yeah. Nadia, Abu Bida Arusa. Abu Bida Arusa. Kalian issue gini kita. Issue gini kita. Abu Bida Arusa. Kalian. ما مشكلة. محمد صور. Yay? Your flowers should be this side. Yeah, I will put them that side. اسمع معلومة
نبدأ نمشي بالراحة Look at me, look at me. Look at me. Yes, Come. Unless if you want them to carry each other. Abel, come this way. I did not do the decoration. Come this way.
يا وقع بطارية وين؟ خلاص امشي اشتري نفس الصلوات ماذا؟ لا تزعل لا تزعل ويصير لما تجي نفس الصلوات ويزهقوا الترميم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الرب معكم. إخواني وإخواتي، الليلة جينا عشان جايين نحتفل بالزواج بتاع أخو بتاعنا بول كاربينو كواني بول وأخو بتاعنا ريجينا. إحنا جينا كلنا مع بعض زي ما احنا شفنا هنا. أبو بتاع ريجينا جابوا ريجينا وسلموا ما سلموا لي بول، لكن سلموا لأبو بتاع بول. ليه؟ لأن دي المسؤولية عشان أبو بتاع بول هو بيحاول بقدر الإمكان عشان هو يعلم الولد ده كيف يقدر يقعد مع مرة بتاعه. عشان كده قبل ما احنا نمشي قدام في الصلوات بتاعنا احنا دايرين نصلي من أجل الفاميلي ده، عشان الفاميلي بيكون فاميلي مبارك، فاميلي بتاع مريم ويوسف والطفل يسوع. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة، لأن خطيئتي كثيرة بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من قديسة مريم الدائمة البطولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلنا إلى رب إلهنا ليرحمنا الله غدير وليغفر لنا خطايانا ويوصلنا إلى الحياة الأبدية. كيريا إليسون، كريستا إليسون، كيريا إليسون. لنصلي. اللهم خالق السماء والأرض، نسألك في هذه اللحظات التي أتينا من كل أماكن داخل مدينة جوبا لحضور سر الزواج لأخينا بول وأختنا ريجينا. حلهم الروح القدس وقويهم ليكونوا كأسرة مريم ويوسف وطفل يسوع. نسأل هذا بالمسيح ربنا. ويسيرنا ممكن نقول إن نسمع قراءات. ممكن توقف الغنى ده يا ديجي عشان الناس في الصلوات. القراية بتاعنا من أفسس 5 الأصحاح 5 من 22 ل 23 بيقول كده:
أيتها الزوجات يجب على كل واحد منكم أن يخضع لزوجها كما للمسيح، لأن الزوج هو رأس زوجتها، كما إن المسيح هو رأس الكنيسة التي هي جسمها وهو منقذها. فكما تخضع المسيح على الكنيسة يجب أن تخضع الزوج على زوجها في كل شيء. أيها الزوجان، لكل واحد منكم أن يجب أن يحب زوجتها كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها لكي يخصصها لها ويطهرها بالغسيل بالماء بواسطة كلمة الله، ولكي يقدمها إلى نفسها كنيسة راية الجمال وليس فيها عيب بل صالح وبلا خطيئة. فيجب على كل رجل أن يحب زوجته كما يحب نفسه، فلذلك يترك الرجل آباءه وأمه ويقترن بامرأته ويصيران الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، وأنا أقصد بها سر المسيح والكنيسة، لكنه ينطبق عليكم أيضا. كل واحد منكم يجب أن يحب زوجه كنفسه، ويجب على كل زوج أن يحترم زوجتها. كلام الله. كويس، احنا ممكن نجيبه فوق عشان احنا دايرين نقرا الانجيل. كلنا نجيبه فوق. الرب معكم. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان جاء بعض اليهود إلى يسوع وسألوه: يا معلم، هل يمكن للرجل أن يطلق امرأته في أي سبب من الأسباب ويزوج زوجة أخرى؟ فقال لهم يسوع: أما قرأتم إن الخالق منذ البدء خلقهم ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا، ليس اثنين. فما جمعهم الله لا يفرقهم الإنسان. إخواني في المسيح، هذا هو إنجيل المسيح. تفضل. المجد ليسوع، المجد ليسوع. كويس، احنا جينا الليله عشان احنا جايين نسلم اخت بتاعنا ريجينا لراجل بتاعه بول. عشان كده انا بس من نساوين، بس من نساوين فقط نعمل استقبال لريجينا في البيت بتاعه، بس غريب شديد من نساوين. مالو اتنين بس، تاني مرة. ايوه انت ما شفته هو قام ده، يعني ده استقبال، ده ويلكمينج. وكلنا مع بعض كده احنا نصفق برضه لبول الرئيس بتاعنا، كلنا مع بعض نصفق. يعني احنا دايرين نقول لكم بول، واحنا برضه دايرين نقول لاخت بتاعنا ريجينا، احنا دايرين نقول you're most welcome to new family. وهنا شوفنا هنا كلنا قبيل مسؤول لبول قبيل جاء وجا سلم بنيا ده، سلموا لمزول المسؤول في أسرة بتاعنا بول. وهنا كلنا هنا شايفين إلا زول اللي كان قاعد ورا وما جايب خبره. ده مسؤولية، احنا دايرين نقول بول ده مسؤولية. هنا سمينا في القراءة الأولى إنه على الرجل أن يحب امرأته، يعني كل راجل لازم يحب شنو؟ مرة. ما داير حاجات كتيرة اخوانا. لو راجل بتاع مرة وبيحب مرة بتاعه خلاص، مرة ده بكسر رقبته في بيت ده. ده لو في حب
عشان كده احنا دايرين نفس الحب الفيل ماما بتاع رجينا وبابا بتاع رجينا، ندري نفس الحب. رجينا لما نمشي في البيت بتاعه الجديد ويمشي يعمل نفس الكلام، يشتغل للراجل بتاعه، يشتغل للبيت الجديد اللي هو مشى فوقه. يعني لازم في قوة في باور اللي هو بيمشي بيبدأ شغل في بيت بتاعه الجديد. باور ده ياو إنه كلنا نجي هنا بقوة بتاعنا بباور بتاعنا، إحنا قاعدين نشحن رجينا إنه خلاص مع السلامة، أنت ماشي في بيت بتاعك وفي بيت بتاعك هناك أنت امسك بيت بتاعك بيد 10. وهنا كمان دايرين نرجع نقول لبول يا هوندا سلموا لي رجينا من يوم الليلة ده بيكون كاميرا بتاعك في بيت. كمان انت لما تمشي البيت هنا ما تقول هاي بس مرة بتاعك بس خلاص، لا، لأنه هو لازم يشتغل لكل الناس في بيت هناك. وانت يا بول انت لازم تحب مرة بتاعك زي ما قد تحب نفسك. يا انت هاي نسلموا هنا. هسا لو رجينا يوم من الأيام قال أنا عندي السودان ما ادوك تليفون لأبوه بتاعه قال يا بنيام بتاعك ده أيام، ما بيحصل كلام زي ده. أنا لو سميت في سان جوزيف، أنا لو سميت أنا بيجي بوديك كف، لأن سلموا لك بكل نية. وانت عين قبل زول مسؤول بتاعك أبوه بتاعك لما ندنقرته تاني بدوك تليفون قال تعال شيل بنيا ده أيام. انت لو بدوك تليفون انت بدوك ليابا بتاعك، انت لو بدوك تليفون انت بدوك تليفون لماما بتاعك لأنت بتاعك، قول بنيا ده أيام أنا ما بقدر أشيله، تعالوا ساعدوني، تعال ساعدوني، ما تعال شيلوا مرة ده. ده كتاب المقدس هو قال كده. والزواج ده ما بدأ يا يوم الليلة بدأ ما بقول، لكن الزواج ده بدأ من زمان، من زمن بتاع آدم وحواء. هنا لما نسمع قالوا ربنا لما خلق الدنيا كله آخر حاجة خلق منه قلنا خلق منه آدم، صح؟ آدم كان قاعد مبسوط في الجنة لما هو كان برا. ليه آدم كان ما مبسوط؟ آدم ما مبسوط ماله؟ في ناقص، صح؟ في حاجة ناقص، حاجة ناقص ده شنو؟ ما في. عشان كده لما انت تشوف اولاد في جوجوبا المزوجين تشوفهم قاعدين يجروا كيف؟ قاعدين يفتشوا الطرف الثاني اللي كان يمداك ما في ده. هسه بول ما خلاص الطرف الثاني ده خلاص جا رجع في محله. الباقي اللي لسه الطرف بتاعهم لسه ناقص ده. تجروا في جوجوبا ده شديد عشان تقدر تلقوا. قال ربنا لما شاف آدم ما مبسوط في الجنة قال لازم نعمل لآدم ده معين. ما حيوانات ده خلقوهم اثنين، لكن ما عدا آدم خلقوا واحد. لكن لما ربنا خلى يعني ما خلق حواء من حاجة ثانية، لكن خلقوه من منو؟ من إنسان. ربنا ما خلق آدم ما خلق حواء من شعره واحد من قدام بتوع الفراس. شوف ده في أبونا كده قال كده، قال لو كان حواء ده خلقوه بس شالوه آدم من راس، قال كان نسوي كله بنود في راس بتاعنا. تعال عشان كده قال كمان ما خلق آدم شالوه حواء ده شالوه من عظم الفقراء. لو كان شالوه من عظم الفقراء كان النبي بعمل للنسوين ده شنو؟ لكن ربنا شالوا من وين؟ شالوا من وين؟ شالوا من هنا. شالوا من هنا ليه؟ عشان إنه شنو؟ دير يقولوا لآدم عظم بتاعك اللي مداك أنا شلته ده يا وانا رجعته ده. عشان كده إننا دايرين نقول بول كان عظم بتاعك واحد ناقص، بس عظم ده جابوا لك ياهو في شكل رجينا نظيف وجميل. صفقة للرجينا يا فندم. إحنا قاعدين نقول إنه لما خلق حواء شوف أول كلمة طلب من آدم شنو؟ آدم قال شنو؟ هذه لحم من لحمي أنا. ده بالشيء صح؟ يعني بقى طلب مبسوط أن كلمة ده قاعد يطلع. وهذه هي عظم من شنو؟ من عظمي لأنها من أمريع شنو؟ أخذت. قال لحم ده
ده من اللحم بتاعي ده، وعظم ده ذاته ده من شنو؟ من عظم. ليه؟ لأن عشان طلعوه مني يوم مش عملوا لي كده. يعني ده أول مرة لما خلق آدم في الجنة أول مرة يتكلم كلمات النظيف. عشان كده نفس الكلمات الليلة بول قاعد يتكلم فوقه. طيب لي باقي الشباب المهم متزوجين، قاعد يقولوا شنو؟ لسه صح؟ لسه ما هيقدروا يقولوا لي أنا لسه ما لقوا. وهنا قاعدين نقولوا للشباب أسرعوا. بول خلاص جاء فوق في النور. باقي انتوا أسرعوا عشان هنا نجي برضو نجي نفرح فرح زي ده. في إنجيل هنا سمينا إنجيل مكة قال في بعض من اليهود هم جا ليسوع قال يا معلم، قال ما ممكن انه واحد يطلق مره بتاعه لاي سبب من الاسباب. مره ده بيكون عمل بس اكل كده ما خدوه فوق الملح ممكن نطلق، ممكن خدوا ملح كتير في الملا ممكن نطلق، ومشى في بيتهم قال ماشي في بيتهم في 3 ساعة ماشي ساعة وساعتين ممكن نطلق. يسوع قال شنو؟ أما قرأتم إنتم ما قرأ في بايبل من زمان كتبوا قال شنو؟ قال من بداية ربنا لما خلق راجل وشنو؟ مرة. ربنا خلق آدم وخلق 3 هوا. ربنا عمل كده؟ خلق آدم وخلق 3 هوا، لكن خلق حواء شنو؟ ليه؟ ما ده سؤال اللي بنسأل. قال لذلك يترك الرجل آباءه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان شنو؟ جسد شنو؟ يعني الراجل بيخلي أمه بتاعه وأبوه بتاعه وبيشيل مرة بتاعه يبقوا واحد. أصلا لما نحن قاعدين نشوف فيزيكالي هنا نبي نشوف بول مو بقى كم؟ بول بقى كم؟ بقى 2. ده في عينه بتاعنا شايفينهم 2، لكن اللي ربنا هناك شنو؟ واحد. ربنا رجعوا الجماد الورا. قال من بدري من زمان ربنا لما خلق آدم وحواء. الاثنين ده بقى جسد واحد. عشان كده احنا قاعدين نقول بول خلاص الليله ده من يوم الليله خلاص مشاوير بتاعك اللي كان زمان بتجري فوقه مع شباب انتهى. ما تمشي تاني مع عذابه. يعني لو انت مشيت بعذابه بيمشي بياكلوك فته وفول هناك مهلك، لما تجي في بيت تجي تلقوا شنو؟ رجينا لما يجي يحضر لك اكل تقول والله انا قبل اكلت، تاكل رجينا منهم مرتاح؟ وما يقول انت اكلت مع شباب بتاعك وما بقول كده. لكن قال بيكون في زول عمل له اكل، زول ده منو؟ زول ده منو؟ ما اقول يا اخوانا زول ده منو؟ مرة ثانية انا اعرف نسوين بيقولوا زي ده. حتى ولو كان جاء في بيت ابونات واكل ومشى في بيت قال شباب ما هيقولوا انه سيفر انت اكلت في بيت ابونات، لكن بيقول انت اكلت في بيت بتاع مرة ثانية. ما هو كان فتشوا مشاكل بس. عشان كده يقول كان انت مشيت زيارة في بيت زول حضروا لك اكل انا بقول دي بخرة ده سير كويس. اكل بسيط لقمة لقمتين. لأن في بيتنا في شنو؟ حقك لو ما أكلوا الليلة دي نوم ما في. لو أنت مشيت مع شباب مشيت عملوا فتة تمام بفول تمام أكل لقمة لقمتين. عشان بعدين ما يجي يقول أنت أكلت مع شباب ده، لكن بيجي بيقولوا شنو؟ ما بقول بقى قاعد يجي في بيت بقى ما قاعد ياكل أنا فايدة شنو ذات أنا قاعد في بيتي. آخر حاجة احنا قاعدين نقول انه الزواج ما يو بدا معقول. الزواج ما بدا مع امهات بتاعنا وابوهات بتاعنا، لكن الزواج بدا من زمن بعيد. ربنا ما قادر يخلي انه الراجل يكون قاعد براو. الراجل القاعد براو كان عمره خلاص دقه 30 40 ولسه قاعد براو، الناس باعين له بنظره ثانيه. ما له زول لما زوج، بس اللي بيجي كثير هو ما زوج ماله. واحد في الاثنين، اما انت كتليف كثير إما شنو؟ إما شنو؟ ما أنا وريتكم الواحد. إما أنت كتليف كثير، إما شنو؟ إما أنت ما شغال. ما طوال أصلاً ده حاجة القريب في الخشم بتاعنا، إحنا بنقول كده. عشان كده إحنا دايرين نقول إنه ده يهودي جنب بتاعك الثاني اللي كان ناقص يهو جابوا له. وجابوا له عشان إنه أنت تكون كامل. جابوا له عشان ثاني مرة بعد
برنامج بتاعك بيتغير مع الساعة 7 ده خلاص انت جا في البيت 10 دراهم كله تلفزيون دايرين يشوفوه مع بعض كده زي ده. كان زمان انت تفتح التلفزيون ده في زمن اللي انت دايره الساعة 11 انت تسمع اخبار ولا ساعة كم، لكن لا بعد 10 في شنو ثاني ما في دوريات. انت طالع ماشي محل يا بول شيلوا رجينا دي امشي معه عشان اي زول كده في السكينه كان ما جاينا ده مو بول قاعد يمشي معه دلوقتي ده مره بتاعه خلاص موت في الخشب. لكن كل مره تقول يا اخي عندنا في برنامج في ويكند هنا ماشيين فوق هناك انت مره ابغى انا بعدين بيجي الساعه 11 كذاب وويكند قاعد يبدا الساعه 11 الساعه 11 ده جد يا ابي يبدا انت حتيجي في بيت الساعه كم؟ كل برامجات بتاعك لازم انت تقلله. ثاني بعد انت ماشي شغل بعد شغل بيت انت كان داير تطلع طلوع ثاني الساعه 5 ديك تمشي الساعه 7 انت بقيت في بيت. هنا قاعدين نقول لك كمان برضه يا رجينا هنا اخوان بتقول في تحت اي لحظه هنا بنيجي في بيت هناك. هنا كاولاد ما عندنا مشكله، لكن اخوات بتاعنا انت تعمل حسابك من اخوات بتاعنا، لان اخوات بتاعنا هم دائما قاعدين يفتشوا الثغرات. شوف لو انت هنا مشينا لك في بيت لقينا باب فتحت لنا باب تشرد وشك ما بياكل معنا جنبك. ما ده البيت بتاع اخوه بتاعنا احنا بنيجي فوق. حتى المويه لو انت تجيب لنا مويه شراب انت لو تمد لنا بالشمال عادي بنشيل ما بنشوف شمال بتاعك ده زي يمين، لكن اخوات بتاعنا بيقبلوا الكلام ده؟ مين يفتح زي ده؟ هم بيقروا شنو؟ في وشك. هسه هو فتح لنا باب ده هو مبسوط ولا مو مبسوط؟ اخواتنا تعبين في قرايه في حسابات زي ده. نمرة 2 اخوات بتاعنا ده كان انت اديته مويه بالشمال ممكن هو بيهرج ابوه بيقول انا ذات شربت مويه انا خلاص واحد شان، لكن عشان انت مديت له بشنو؟ بالشمال. يعني انت في بيت بتاعك يا رجينا بابك لازم يكون مفتوح. انا لما نقول باب ما باب الهوش ما باب الاوضه، لكن باب شنو؟ باب قلبك. بول ده هو ما برا بول ده عنده اخوانا كتير عنده امام كتير وعنده اصدقاء كتير. عشان انت تمسك بيت ده لازم بابك يكون مفتوح وتتحمل حاجات كتير. زي مريم الازرق زمان في حاجات كتير قاعد يحصل، لكن كان قاعد يحافظ وين؟ في جوا قلبه. اي حاجه في بيت هناك لازم تشارك مع الراجل بتاعك. اي حاجه في بيت هناك انت لازم توري للراجل بتاعك توري للمرأة بتاعك انه احنا دايرين نعمل كده. بقول ما في حاجه ثانيه في بيت هناك ثاني اسمه قرار، ما في قال انا قررت انا راجل البيت باب بيقفلوه الساعه 8 ما في حاجه زي خلاص. ده كان زمان، لكن من يوم الليله بقى في حاجه ثانيه مشاوره. قرار لما تشوف راجل بتاعك قاعد يكورك في بيت قاعد يكورك في بيت قاعد يكورك في بيت انت كاميرا انت تسكت ساعه ما تتكلم اي حاجه. لان انت لما انت تتكلم انت لازم تتكلم باللسان بتاعه عشان ما يلقوا انه بول بيجود معانا في البيت لكن المرة بتاعه كويس. لو انت قدرت تتكلم قال هاي اسمع كلام بتاع ابوه بتاعه اسمع كلام زول سيجي بيت ده هو قاعد يتكلم في الحقيقه، انت لازم تجيب مراجل بتاعك تقدر تجيب معه 200. اي حاجه احنا دايرين نعمل لازم انا بشاور المرة بتاعي انا بشاور الراجل بتاعي انه كنا دايرين نعمل كده رايك شنو؟ هو بيجيبوا راي بتاعه بعدين الراي ده بيطلع قرار في بيت. اخر حاجه انا قاعد اتكلم هنا الصلوات. هنا ما عملنا صلوات في كنيسه، لكن جينا عملنا هنا. ليه هنا عملنا هنا؟ لما الناس بول جاء لنا هنا قال دايرين يعملوا الصلوات بتاعهم بتاع الزواج بتاعهم هنا. اول فورين نشيلنا في تعليم المسيح. اين يوجد الله؟ اين يوجد الله؟ في السماء وعلى الارض وفي شنو؟ كل مكان. وفي كل مكان. يعني ربنا في اي محل. احنا جينا هنا لاننا عارفين في ربنا هنا. في ناس اللي بيسمع كلام ربنا. هنا دايرين من 2 فاميليز دي لازم تصلوا. ما تكين قال انا اصلي دائما يوم الاحد ده حاجه ثانيه، لكن انت ماشي تنوم المرة بتاعك قبل ما تنوموا لازم تكون تشار الصليب تصلوا. شكرا ربنا يسوع المسيح الليله هنا جينا هنا جايين ناخذ راحه بتاعنا. هنا جيرينا بنعرق كله كده هنا جايين ناخذ راحه. هنا ما بعرفين بالليل بيحصل شنو. امين. بتنوموا صباح
قبل أي شيء لازم كمان تصلوا. شكرا ربنا لأن بالليل فات إن ما عارفين كم في شنو، لكن أنت كنت حامينا. هنا ماشيين نجري جري بدانا بتاع النهار أحمينا. آمين. لو أنتوا قاعدين تصلوا طوالي طوالي، إيال بتاعكم ربنا بعدين بيديكم إيال بتاعكم ده